بكل اللي قلتوه أنا وياكم، ومن حقكم وفلوسكم تاخذوها وبالقانون. ما صايرة بكل العالم شركة تاكل فلوس زبائنها، ما صايرة أبدا، حتى بعلوة مخضر ما تصير. بس المفروض أنتم تسألوني أستاذ هيثم وين؟ أكيد ما طفر خارج العراق من وراء كم فلس. أنتم دا تتعاملون ويا شركة محترمة، شركة عملاقة. على العموم أنا أحب أطمنكم، أستاذ هيثم حاليا بالسفارة التركية ودا يحل المشكلة، وإن شاء الله تنحل اليوم قبل باكر. خير، هاي شكو من الصباحيات. ما تفهمون ايش قد فلوس بضاعتكم؟ آية نعم استاذ. دزي لي على محاسب الشركة خليه يجي يحاسبه. حاضر استاذ. كافي، أكلتوا راسي. بشر أستاذ، انحلت المشكلة ويا السفارة التركية؟ انحل أو ما انحل، الشركة بعد ما تتعامل ويا هيك ناس. لا استاذي، انت كلك ثقه، بس المشكله فلوسنا مداور، وانت تعرف السوق شلونه. وأني ما ماكلك. ايش قد محتاج؟ أي رقم جوا الحساب أنا حاضر. ومليون مرة قلت لكم الشركة هاي شركتكم، بس انتم ما تصبرون على شيء. افتهم من جنابك، بهذا الاسبوع توصل البضاعة؟ لا ما توصل. وتقول لي ايش قد فلوس البضاعة هي وأرباحها تستلمها كاش من الشركة، بس تشوف لك غير شركة تشحن بها بضاعتك. العفو أستاذ، إذا تسمح لي حضرتك، الجماعة صابرين وما مستعجلين وما عندهم أي مشكلة، وحضرتك حليت المشكلة والأمور ماشية. بعدين هم صار لهم سنين يشتغلون وياك، اصبر عليهم كم يوم على ما توصل البضاعة، واعتبرني وصيت عنهم، وهو رزق وخلي الكل ياكل. ماشي، توصل البضاعة ويصير خير. كمل شغلك وتعال وراي المكتب. صار حاضر.